طبعا انت عارف ان ال H2R هو اسرع موتوسيكل في العالم. بما انه هو اسرع موتوسيكل في العالم، ليه مش بيدخل سباقات الموتو جي بي؟ واللي ما يعرفش السرعه اللي يقدر يوصل بيها الكawasaki نينجا H2R وهو ستوك يعني بدون اي تعديلات هي 400 كيلو متر في الساعه، وده بيخليه اقوى واسرع موتوسيكل تم تصنيعه. طبعا في موتوسيكلات تانية قدرت تكسر 400 متر في الساعه، بس مش هنقدر نتكلم عليها دلوقتي، ممكن نتكلم عليها بعدين، عشان هي كانت يدوب مره او تجربه او تجربتين اتعملت خلاص. لكن الكawasaki نينجا H2R هو من اول ما اتصنع سنه 2015 لحد دلوقتي هو اسرع موتوسيكل بيتم تصنيعه. وقبل ما نبدا في الاسباب خليني كده اعرفك ايه هي اصلا سباقات الموتو جي بي. سباقات الموتو جي بي دي اقوى سباقات في العالم، فاكيد اي شركه موتوسيكلات هيكون هدفها ان هي تكسب سباق زي ده عشان يتحط في تاريخها ان هي كسبته وان موتوسيكلاتها هي الاقوى بين الكل. دلوقتي هديك اسباب ليه الكawasaki نينجا H2R مش بيدخل السباقات دي. بس في حاجه لازم نفهمها الاول، ان سباقات الموتو جي بي ليها معايير معينه في الموتوسيكلات اللي بتشارك فيها من حيث المواصفات والشكل. طب ايه هي المواصفات دي؟ اول حاجه ان الموتوسيكل يكون مسموح له يمشي في الشارع. ثاني حاجه ان الموتوسيكل سعه الموتور بتاعته ما تزيدش عن 1000 سي سي بحد اقصى، وكمان الموتور يكون 4 سلندر، والموتوسيكل ما يكونش فيه تربو ولا سوبر تشارج، وكمان يكون 6 غيارات ولا اكتر ولا اقل، والبايك ما يقلش وزنه عن 157 كيلو جرام. كل الكلام ده هينقلنا لمواصفات تصنيع ال H2R. وعلى الرغم من ان ال H2R اقوى واسرع موتوسيكل تم تصنيعه في التاريخ، ركز بقى في الحته دي، ان هو ممنوع يمشي في الشارع وفي التراك، ممنوع بس يمشي في مسار مغلق اللي هو الدراج ريس. طب ايه اصلا اللي بيخلي ال H2R ممنوع اللي هو يمشي في الشارع؟ اولا عشان هو من غير فوانيس اماميه، من غير اشارات، من غير مرايات، ومن غير حامل نمر. وكمان عشان الموتوسيكل يكون مسموح له اللي هو يمشي في الشارع لازم التوب سبيد بتاعته تكون ما تعديش ال 300 كيلو متر في الساعه. طب ايه حكايه ال 300 كيلو متر في الساعه ديت واشمعنى الرقم دوت؟ من الاخر كده يا صديقي، ممنوع اي موتوسيكل يمشي اسرع من موتوسيكلات البوليس، عشان لا قدر الله حصل مطاردات بقى والجو دوت البوليس يعرف يمسكهم من الاخر. وطبعا في نسخه مصغره من ال H2R وهي كawasaki نينجا H2، كنا عاملين لنا فيديو قبل كده عنها هي وال H2R وايه المراحل بتاعه تصنيعهم. هبقى اسيب لك اللينك بتاع الفيديو دوت تقدر تخش تتفرج عليه، فيديو هيعجبك قوي. هنروح لتاني سبب واللي بيخلي الموتوسيكل دوت مش بيشارك في السباقات، وهو الفرق بين الموتوسيكلات اللي بتشارك في سباقات الموتو جي بي وال H2R. ال H2R غير اي موتوسيكل، وده بسبب السوبر تشارج اللي على الموتور. فائدته ايه؟ ده بيحسن اداء الموتور، وزي ما قلنا قبل كده دي حاجه مش مسموح بيها في سباقات الموتو جي بي ان الموتور يكون فيه تربو او سوبر تشارج. طب احنا لو شلنا السوبر تشارج دوت من ال H2R هتكون التوب سبيد بتاعته كام؟ لو هي ديت اللي بتخلي التوب سبيد بتاعته 400 كيلو متر في الساعه، لو انت بقى واحد بتحب الميكانيكا كده قول لي ممكن ال H2R من غير السوبر تشارج يوصل لسرعه كام؟ وبسبب قوه الموتور دوت فعايز اقول لك ان العجله اللي قدام متعدله بحيث ان الايرودايناميك بتاعها يكون كويس جدا، بحيث ان قوه الموتور ده ما تخليش الموتوسيكل يرفع منك وقت تسارع. وده برضو سبب تاني لان سباقات الموتو جي بي بتمنع اي تعديل بيزود من الايرودايناميك بتاع الموتوسيكل. زي ما قوه ال H2R دي حاجه كويسه جدا وهتديله افضليه في السرعه، بس برضو دي حاجه وحشه لان هي مش هتقدر تنافس الموتوسيكلات التانيه من حيث التسارع والفرمله والدوران والمرونه جوه التراك، لان كل الحاجات دي هتدي موتوسيكلات الموتو جي بي افضليه قبل الدوران. وعشان اقنعك بالموضوع ده اكتر تعالى نتخيل ان احنا معانا موتوسيكلين دوجاتي V4 وكawasaki نينجا H2R ونحطهم جوه تراك. وزن ال H2R 216 كيلو جرام بيطلع 326 هورس باور، والناحيه الثانيه ال V4 بوزن 178 كيلو جرام بيطلع 224 هورس باور. طبعا الارقام دي في التراك هتدي ال V4 افضليه وقت الفرامل والتسارع والدوران، وبالتالي ال H2R مستحيل ان هو يقدر ينافس جوه حلبات الموتو جي بي. الاسباب الثلاثه دولت بقى عايزك تحطهم في كوم، والسبب الرابع اللي هو بيمنع الكawasaki نينجا H2R يدخل السباقات كوم تاني. السبب الرابع دوت انا لما دورت عليه انا حرفيا انصدمت، وهو ان شركه كawasaki بطلت تدخل سباقات من ساعه اللي حصل لهم في سنه 2008. ولو عاوز تعرف ايه اللي حصل للشركه ديت منعتها من دخول السباقات في سنه 2008 سيب لي كومنت وانا هعمل لك فيديو تفصيلي هكلم عن الموضوع دوت. ولو انت عارف تسيب لنا برضو ايه بالظبط اللي حصل، فانت تبقى جامد جدا، ولد باد بوي بصحيح. فاشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.